برغم ان الفيديو ده لا يتعدى ال6 دقايق، ولكن في معلومة مهمة جدا جدا هنقولها النهاردة في الفيديو ده. العلبة اللي قدامكم دي علبة بتاعت تورتة الايس كريم. ان شاء الله هننفذ عليها الشغل اللي معانا النهاردة او المعلومة اللي هنقولها النهاردة بإذن الله. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا. ولو حضرتك عندك سؤال او استفسار هتلاقي دايما تعليق مثبت تحت الفيديو، هتضيف تحته السؤال او الاستفسار بتاعك. اول خامة بشتغل بيها وهي معجونة الحوائط. طبعا انا ما عنديش معجون حوائط، بجيب شوية اسمنت ابيض وبحط عليهم شوية غيرة ابيض، بيبقى كده عندي معجون حوائط وببدأ اشتغل بيه، وبيكون قوي جدا 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 كمان. بجيب انا هنا المعجون الحوائط، بيكون القوام بتاعه قوام كريمي. ببدأ ان انا ادي طبقة في الاول. طبعا الطبقة بتكون يعني بتكون تقيلة شوية او بتكون شحمة شوية، وببدأ بعد كده ان انا امسحها او اسويها بالفرشة اللي معايا. يعني بسحب الاول بسكينة او باي حاجة زي السكينة كده، وبعد كده ببدأ ان انا انعم واساوي باللي هي الفرشة، تكون فرشة عريضة جميلة كده وتسحب معايا وتظبط. وطبعا بالنسبة للمعجون الفرش بتتغسل عادي، ما فيهاش اي مشكلة وتمام. يعني بتحتاج مية بس بتتغسل بيها وبتبقى تمام التمام وما فيش اي مشكلة. المهم بعد كده بسيبها تنشف براحتها خالص، وببدأ ان انا اديها وش من ال الاسمنت. اسمنت ابيض، اسمنت اسود، المهم يكون اسمنت صافي ويكون اسمنت نظيف، يعني ما يكونش اسمنت مركون بقاله فترة طويلة علشان ما يكونش بايظ. ممكن قبل ما ادي طبقة الاسمنت برضو اعيد عليها بشوية مية الاول علشان ما تنشفش مني وانا بدهن طبقة الاسمنت. وبعد كده ادي طبقة الاسمنت واسيبها تنشف براحتها، وهي كده كده مش بتاخد وقت طويل. بجيب بعد كده السلك ده اسمه سلك فايبر. طب انا ما عنديش سلك فايبر، ممكن استخدم السلك عادي اللي هو بتاع الشبابيك، السلك اللي هو الفايبر العادي. لكن السلك ده يا جماعة او اللي هو الشبك اللي احنا شايفينه ده شبك فايبر جلاس، اللي هو بيتعمل بالفايبر جلاس، بيستخدم في شغل الفايبر جلاس. لكن التاني بيبقى سلك فايبر عادي اللي هو بيكون النايلون، وده بيكون موجود عند الموان. لكن ده مش بيكون موجود عند الموان لانه مش بينطلب منه، هو بيكون موجود في المحلات اللي بتبيع العوازل او بتبيع المنتجات بتاعة الفايبر جلاس. تمام. المهم اي حاجة من دول بتقدر تستخدمها. لو ما عندكش ده او ده، في ناس بتستخدم الشاش الطبي برضو شغال، ما فيش اي مشكلة. لو عندك حتى القماش بتاع الناموسية شغال بتعمل، بس المهم تعمل منه طبقتين علشان يبقى معاك تمام التمام. بعد ما بتخلص بتبدأ طبعا تثبته بالغيرة الأبيض. أنا بستخدم هنا غيرة بنت 50، ده ممتاز جدا جدا بالنسبة لي. وطبعا أي حد عنده غيرة يستخدمه، مش شرط الغيرة ده. وبعد كده بتبدأ تزود شوية مية، وبعد كده بتديله الطبقة التانية دي. بتدي طبقة واتنين على حسب الشكل اللي انت عايزه والتشطيب اللي انت محتاجه في الآخر. بعد كده طبعا يا جماعة بسيبها تنشف. وانا هنا استفدت ايه؟ اول معلومة اللي انا حبيت ان انا اوصلها في الفيديو ده، انا دلوقتي بستخدم يا جماعة اللي هو الفلين في شغلي اي شكل من الاشكال. انا عايز الفلين ده يكون قوي جدا زي الاسمنت. نفس الخطوات اللي انا عملتها دي تبدأ حضرتك تعملها. الناس كلها اللي بتشتغل بالفلين او بتشتغل اللي هو بالفوم الابيض ده دايما بيعانوا ان هم بعد ما بيخلصوا بيلاقوا الفلين بتاع يعني ايه بيكون ضعيف. يعني بمجرد ان انت بتبدأ تضغط عليه كأنك ما ضفتش عليه اسمنت ولا اي حاجة. الخطوات اللي انا عملتها دي، وخصوصا اول خطوة اللي هي المعجون الحوائط مع الاسمنت مع الشبك اللي انا حطيته ده يا جماعة، بيديني طبقة حلوة جدا وبيديني طبقة قوية ومش بيفك بسرعة، او بمعنى اصح بيكون متماسك وبيكون قوي. استخدمها انا بقى، اعملها نافوره، شلال، اعمل فازه، اعمل اباجوره، نجفه، ايا كان المنتج اللي انا هستخدمه. انا بالنسبه لي الدنيا امان وكله تمام التمام ان شاء الله. اتمنى يكون الهدف من الفيديو برضو وصل لكم وتكون الموضوع بالنسبه لكم واضح. وطبعا زي ما انتم عارفين اي سؤال او اي استفسار سيبوهولي تحت الكومنت اللي متثبت تحت الفيديو. وكمان رقم الواتس هتلاقوه موجود في صندوق الوصف، واسيبه لكم برضو على الفيديو هنا. ان شاء الله اي حد حابب ان هو يسأل اي سؤال او يستفسر عن حاجة او يطبق حاجة وانا مثلا اتابع معاه، انا تحت امركم مفيش اي مشكلة. المهم بعد ما بخلص طبعا بشطب بمادة البوليسترين
زي ما انتم شايفين مادة البوسترين دي لا غنى عنها، مادة ممتازة جدا جدا، ولكن المادة دي انا عاملها بالتنر الحار والفلين الابيض، علشان كده لونها شفاف بالشكل ده. لكن طبعا ممكن حضرتك تستخدم بنزين 92، او تستخدم اللي هو النفط الرومي، او تستخدم الاسيتون، او تستخدم التنر الحار، كلهم حاجات برضو بتشتغل. كل حاجة من دول لها شغلها ولها الفينش بتاعها. زي ما انتم شايفين استخدمتها نجفة بعد ما عملت الخرم اللي فوق ده، ثبت فيه الدواية واستخدمتها نجفة جميلة جدا. وطبعا انتوا اختاروا المنتج اللي انتوا عايزينه. انا هنا اهم حاجة الهدف اللي قلت لكم عليه من الفيديو من شوية، واتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، وانا تحت امركم في اي سؤال. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس عاجلا. اللهم امين يا رب العالمين، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.